لا بيقوم وجودهم الإنساني من حيث هم آدميون، هذا كله غير قائم. غير قائم مش لأننا ضد المعاقين، غير قائم لأن أحدا في هذا الوطن منذ 60 سنة لم يعتني بالإنسان المصري. اللي ربنا أكرمه تعلم بدراعه، اللي ربنا أكرمه بقى شخصية قوية بدراعه، اللي ربنا أكرمه وخاض معارك ضد الظلم والفساد والانحراف خاضها بقوته الذاتية. لم يساند أحدا. حتى الجماعات الكبرى كانت تدفع ثمنا باهظا لمواقف صغيرة جدا لا يتحقق بها شيء. اليوم بعد أن نجحت ثورتنا ولم يكن ممكنا أن تنجح إلا بالإنسان المصري الحر اللي قاعد 18 يوم في الشوارع والميادين، يجب علينا أن نرد بعض الجميل لهذا الإنسان، نمكنه من أن يكتشف نفسه. يا ابني صوتك اتنبح ولن تصل إلى شيء. أول ما ينبغي علينا بعد أن سقط حسني مبارك وانتخبنا برلمانا وانتخبنا مجلس شورى، أول ما يجب علينا عندما تتكون الجمهورية الثانية، أول ما يجب علينا هو أن نعنى بهذا الشخص حتى لا يصبح بهذه الصورة. هذه الصورة غير المتحضرة لا يجوز أن تكون في المصريين. المصريين ينبغي أن يكونوا أهل ثقافة وأهل حضارة وأهل شجاعة أدبية، لا أهل قدرة على الزعيق والإفساد. هذا الزعيق والإفساد لا يؤدي إلى شيء. الذي يؤدي إلى شيء أيها الإخوان هو أن نعنى بالإنسان. نعنى بالإنسان بمعنى أن نمكنه من اكتشاف ذاته ونمكنه من اكتشاف قدراته ونستمع لندائه إذا نادى ونلبي حقوقه إذا كانت له حقوق. أما أن يكون الإنسان مهملا وأن يكون الإنسان فاقدا قدرته على العمل وأن يكون الإنسان غير مؤهل لكي يبدي رأيه بالطرق التي إذا أبدي بها الرأي أدى نتيجته وأحدث أثره، فإننا كلنا مقصرون لأننا لم نؤدي إلى هذا الإنسان حقه. مشروعنا الأول تمكين الإنسان من أن يكون في كل يوم وليلة زي ما كان في ميدان التحرير وفي ميدان المنشية وفي ميدان القائد إبراهيم. تمكين الإنسان من أن يكون في كل مكان على قدر المسؤولية التي كانها في أثناء الثورة. الحكومة التي لا تنجح في ذلك لا تستحق أن تبقى، والرئيس الذي لا يقدم أول ما يقدم رؤيته للإنسان لا يستحق أن تنتخبوه. هذا هو المحور الأول من محاورنا المتعلقة بالإنسان. أما الهتاف بسقوط حكم العسكر فإنه يجب يا أساتذة اللي بتخانقوا انت هو بصلي، أول ما ينبغي أن نسأل أنفسنا، أول ما ينبغي يا أخي اسمع، أول ما ينبغي أن نسأل أنفسنا إياه هو كيف يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر بالهتاف؟ يسقط حكم العسكر فوق الشادر ده فيموتنا؟ يسقط فوق حكم العسكر في البحر؟ لا، حكم العسكر يسقط بالانتخابات. حكم العسكر يسقط بالانتخابات. حكم العسكر يسقط بالرئاسة. حكم العسكر يسقط بالديمقراطية. حكم العسكر لا يسقط بالفوضى. العسكر أقوى من الفوضى، واللي عايز يواجه العسكريين بيجيب لنفسه شيء لا يستطيع احتماله. نحن نتكلم عن طريقة سلمية دستورية لإسقاط النظام العسكري اللي بيحكمنا بصورة مؤقتة. هذه الطريقة الديمقراطية السلمية بدأت بانتخاب مجلس الشعب ثم بانتخاب مجلس الشورى، وستختتم خطواتها بانتخاب رئيس الجمهورية. انتخاب رئيس الجمهورية